بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل بوليرو قط وحدات خماسيه، يعني وحده نشتغل وحده خماسيه الاضلاع، وهنحتاج 5 وحدات عشان نشبك البوليرو. عشان نعمل البوليرو بتاعنا هنحتاج بكره خيط قط اي لون انتوا عايزينه، وابره رقم 3 ملم الرقم ممسوح، ومقص، وابره التنظيف. تمام. الوحده بتاعتنا خماسيه الشكل، انا عملت 4، وهنحتاج كمان وحده خماسيه بالشكل ده، 3 للظهر و2 للامام. الخماسيه ده كده الظهر. تمام. بنشبك كده، ده الباترون بتاعنا. اوريكم ازاي نشتغل الوحده دي، وده جزء من الامام. هنشتغل كمان وحده خماسيه عشان البلورو يكمل 4 وحدات. هنشتغل الوحده الخامسه. وقبل ما ابدا الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرتفع 4 غرز السلسله، 1 2 3 4. تمام. وندخل في اول غرزه نسحب خيط ونعمل منزلق كده، قفلنا الدايره بتاعتنا. نرتفع دي 3 غرز سلسله، 1 2 3، ودي بمثابه اول عمود. وندخل نعمل جوه الدايره دي 14 غرزه عمود مع سلاسل الارتفاع، يعني المجموع 15 غرزه عمود. ناخد لفه على الابره، ندخل في الفراغ بتاع الدايره، نسحب خيط. عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط، نطلع من حلقتين من حلقتين كده، 1 2 عمود، 3 4 كده. عملنا 14 غرزه عمود في قلب الدايره مع سلاسل الارتفاع، يبقى كده مجموع 15. هنعد 1 2 3 في الغرزه الثالثه من سلاسل الارتفاع، ندخل ونعمل منزلقه. السطر الثاني نرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3 بمثابه اول عمود. الغرزه اللي وراها تحت الحلقتين عمود، الغرزه اللي وراها عمود. نرتفع 2 سلسله، 1 2، ناخد لفه على الابره في الغرزه اللي وراها مباشره، نعمل 3 عمود بلفه جنب بعض. يعني احنا عملنا سلاسل ارتفاع عمود، وغرزه عمود، وغرزه اللي وراها عمود، كده 3 عمود و2 سلسله فراغ، والغرزه اللي وراها 3 عمود، 1 2 3 و2 سلسله، الغرزه اللي وراها عمود. كل مجموعه مكونه من 3 عمود بلفه جنب بعض، 2 3، 2 سلسله، ناخد لفه على الابره، الغرزه اللي وراها 3 عمود جنب بعض، 2 3، 2 غرزه سلسله. احنا بنكون 5 مجموعات، كل مجموعه عباره عن 3 عمود جنب بعض، ما بين كل مجموعه والثانيه 2 غرزه سلسله، 1 2 3 4. دي رابع مجموعه، 2 سلسله، هنعمل 3 عمود جنب بعض، 1 2 3، 2 سلسله. وصلنا لسلاسل الارتفاع، هندخل في 3 سلسله، 1 2 3 الغرزه الثالثه، ونعمل غرزه منزلقه. نسحب خيط، نطلع من حلقتين. سوري، عملنا 5 مجموعات، كل مجموعه عباره عن 3 عمود بلفه جنب بعض، وما بين كل مجموعه ومجموعه 2 سلسله. هنا 1 2 3 4 5، دولت 5 مجموعات. السطر اللي بعد كده هندخل عايزين نوصل للفراغ، فهنعمل منزلقات لغايه لما نوصل للفراغ. ندخل في الغرزه اللي وراها بعد ما قفلنا السطر، نعمل منزلقه، والغرزه اللي وراها نسحب خيط، نطلع نعمل منزلقه. ندخل في قلب الفراغ نعمل منزلقه، نرتفع 1 2 3. هنعمل صدفه في قلب الفراغ عباره عن 3 عمود، 2 سلسله، 3 عمود. هنعتبر اول 3 سلاسل ارتفاع بعمود بتاع السلسلتين اللي في السطر اللي فات. هنعمل صدفه عباره عن 3 عمود، ونعتبر سلاسل الارتفاع دي بعمود، كمان 2 عمود، يبقى كده 3، 2 سلسله و3 عمود، 1 2 3. نعمل غرزه السلسله كده، عملنا اول صدفه، نعمل غرزه السلسله، وهنتنقل على الفراغ اللي بعده، نعمل صدفه عباره عن 3 عمود، 1
2 3 2 سلسله، 3 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3 ونعمل غرزه سلسله، نتنقل على الفراغ ونعمل صدفه، ونكمل بنفس الطريقه لغايه لما ننهي السطر. وصلنا كده لاخر الفراغ بعد ما عملت صدفه، بنعمل سلسله ونعمل 3 عمود، عمود 2 سلسله، 3 عمود، 1 2 3 نرتفع سلسله كده. وصلنا للصدفه الاولانيه، هندخل في اول 3 سلاسل في الغرزه الثالثه، 1 2 3 ندخل نسحب خيط نعمل منطلق. احنا كده خلصنا السطر الثالث، 1 2 3 نرتفع ب4 سلسله، 1 2 3 4 3 سلاسل عباره عن عمود وسلسله فراغ، هنتنقل على طول للفراغ بتاع الصدفه، هنعمل صدفه كده. خلصت السطر وقفلت المنزلقه واتفقت 4 غرزه سلسله. نلاحظ هنا ان الشكل الخماسي بدا يكون او بدا يتشكل معانا اهو. برضه هنستمر بهذا النمط كده. اتفقنا ب 3 سلسله وغرزه سلسله اللي هي الفراغ، يعني 4 غرزه سلسله. ندخل في الفراغ بتاع الصدفه نعمل صدفه جديده اللي هي عباره عن 3 سلسله، 3 عمود جنب بعض في قلب الفراغ، 1 2 سلسله و3 عمود في نفس الفراغ. احنا كده عملنا صدفه في قلب الصدفه عباره عن 3 عمود، 2 سلسله، 3 عمود، نرتفع بواحد سلسله، وفي اخر عمود من الصدفه نعمل فوقيه عمود وغرزه السلسله. هنلاحظ ان هنا في 2 عمود، هنعمل على كل عمود عمود وما بينهم غرزه السلسله. انا عملت غرزه السلسله، هنخش كده في راس العمود ونعمل عمود، غرزه السلسله على العمود اللي تحت نعمل عمود، غرزه السلسله على اول عمود من الصدفه ندخل نعمل عمود. احنا كده بنتزايد وعدد الفراغات هنا 1، السطر الثاني 3، السطر الثالث 1 2 3 4 نعمل غرزه السلسله. الفراغ الخامس ندخل فيه قلب الصدفه ونعمل صدفه عباره عن 3 عمود، 2 3 عمود، 2 سلسله، 3 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3 سلسله. يبقى نستمر بهذا النمط ونعمل سلسله، ندخل في اخر عمود الصدفه ونعمل عمود، سلسله وفوق العمود عمود، سلسله وفوق العمود عمود، سلسله وفوق اول عمود من الصدفه عمود، وهكذا. نرتفع بعدد من السطور لغاية لما يبقى عندنا 9 فراغات. ده مقاس لارج. كده خلصت الوحده الخماسيه. اقص الخيط نرفع الخيط كده لفوق والضمه في ابره التنظيف ومرر الخيط ما بين الغرز. كده الخيط كده نفرد الشغل بتاعنا لغايه لما الخيط يدخل جوه. تمام كده خلص. كده الوحده الخماسيه خلصت. الخطوه الجايه خطوه التشبيك. كده الباترون بتاع البلورو بتاعنا تمام اهو كده على الوش كده، يعني 3 قطع دولت بتوع الظهر وقطعتين دولت للامام. انا في خطوه قبل ما اشبك هعملها اللي هي هعمل دوران بغرز الحشو وغرزه الحشو على كل قطعه، يعني دي برضه هتسهل معانا في التشبيك. هعمل كل قطعه كده ندخل في اي غرزه من الغرز. الغرزه دي اللي هي العمود تحت الحلقتين، نسحب خيط نرتفع في واحد سلسله، ندخل في نفس الغرزه ديت السلسله الفراغ، هنعمل على كل غرزه غرزه حشو. دي كده غرزه السلسلات، هنعمل غرزه حشو وفوق راس العمود غرزه حشو كده
وفي الفراغ غرزه حشو، وفوق راس العمود غرزه حشو. معانا طرف الخيط ده تحت الشغل، هو خيط البدايه اللي هو ده عشان نداريه. هنعمل غرزه حشو، الغرزه اللي وراها في الفراغ غرزه حشو، الغرزه اللي وراها فوق راس العمود غرزه حشو، الغرزه اللي وراها غرزه حشو. هنعمل غرز حشو فوق كل غرزه غرزه حشو، تمام، على كل الوحدات، تمام. وهنشبك الوحدات بإبرة التنظيف كخياطة عادية، كل غرزة قدام الغرزة اللي قبلها. ده كده البوليرو بتاعنا خلص. الوحدة اللي عامل حواليها غرز حشو دوران كده عشان الوحدة تبقى متماسكة، تمام. وبعدين شبكنا بإبرة التنظيف عادي، كل غرزة قدامها الغرزة بتاعتها، شبكنا الغرز مع بعض، تمام كده اهو. التشبيك بإبرة التنظيف، عملت إطار دوران على كل البلورو بعد التشبيك بغرزة نص عمود، تمام. وادي الحمالات عملت 5 غرز من غرزة الصدفة، 1 2 3 4 5. ده كده البلورو بتاعنا خلص. بلورو بوحدات خماسية الأضلاع، بنعمل سيوف. الموديل جميل جدا وفي منتهى السهولة ونتيجة رائعة. شكرا على المتابعة، أرجو لو عجبكم الفيديو تدعموني وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير.